نفسك تعملي حاجة حلوة وسهلة وبسيطة وموفرة واقتصادية وما تاخدش منك وقت ولا مجهود ولا تخليكي تقفي في المطبخ كتير، يبقى كملي الفيديو ده عشان هقولك على كل حاجة. وبمكونين 2 بس عملت الصينية اللي انت شايفاها دي، حاجة زي الفل وهتبهرك وهتعجب كل اللي هيدوقها من ايدك. بس كملي معايا للاخر عشان اقولك على كل حاجة. شوفي تفاصيلها وشوفي شكلها وشوفي جمالها. طبعا العين بتاكل قبل البق، فلازم الحاجة تبقى قدامك كده زي الفل عشان تحبيها. هنبدأ مع بعض على طول، خليكي معايا نقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انت شايفة كده وزي ما قلتلك في بداية الفيديو، حاجة مش هتاخد منك 10 دقايق بالظبط وهتعمليها وبأقل التكاليف. هما مكونين 2 بس اهو، وطعمها تحفة واخدة شكل اللون من فوق ومن تحت والصوص اللي عليها كده، يعني بصراحة شكلها خرافي. وبدل تجيبيها من بره بقد كده، لا انا هقولك هنعملها ازاي. ويلا نبدأ مع بعض على طول. وهنا معايا لفة جلاش. اي لفة جلاش ديت كانت موجودة عندي في الفريزر زي ما انت شايفة كده مكسرة. كنت ناسياها في الفريزر، حطاها بقالك فترة مش عارفة تعملي بيها ايه. ممكن تجيبيها طازة وتعمليها برضو مفيش مشكلة. بنبدأ على طول نقطعها بالسكينة كده، هتتفرول منك، هتقطع منك، هتكسر منك، مفيش اي مشاكل خالص. احنا عايزينها كده كده متكسرة. هنبدأ نقطعها كده بالسكينة زي ما انت شايفة كده اهو. وحاجة في منتهى الجمال، كملي بس في الاخر كده للاخر هتشوفي عملتها ازاي. وطريقتها سهلة خالص، وكل اللي هتاخديه من الوقت هما 10 دقايق، يعني ربع ساعة بالكتير، وهتكوني خارجة وعاملة الصينية اللي انتي هتشوفيها دلوقتي. لو انت بقى وصلت لحد هنا في القناه ولسه ما تعرفينيش، وانا رانيا ودي قناتي بقدم فيها وصفات سهله وبسيطه واقتصاديه على قد الايد. يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت معايا ما تنسيش تعملي لايك وتقولي لي رايك في الكومنتات. هقطعها كلها زي ما انت شايفه كده، بتتقطع معايا سهله في منتهى السهوله، ما بتاخدش وقت ولا بتتعبني ولا اي حاجه خالص. بس حبيت اقطعها كلها معاكي عشان اوريكي قد ايه خطواتها سهله وبسيطه اهو. بنقطعها كده طبعا بتبقى سهلة معايا في الصينية بعد ما قطعتها زي ما انت شايفة اهو. دلوقتي بقى هجيب معايا ربع كوباية من السمنة. بس الاول هجيب الصينية اللي هستخدمها وابطنها سمنة زي ما انت شايفة كده. اي نوع سمنة انت بتستخدميه حطيه. بعد كده هجيب طبق فاضي وافضي فيه الجلاش بعد ما قطعتها عشان افضي عليها السمنة وابدأ اقلبها كويس واعرف اقلبها زي ما انت هتشوفي دلوقتي اهو. ربع كوباية سمنة سايحة كده عادي اهو. وهبدأ احطها واقلبها كويس بايدي طبعا عشان اتأكد ان هي اتقلبت كويس. حابة تحطي زيت مفيش اي مشاكل، زيت على سمنة عادي خالص زي ما تحبي اعملي. تمام اهو. بقلبها كويس كده. وبعد كده هبدأ اجيب الصينية اللي انا كنت حاطة في ارضيتها السمنة وابدأ افضيها في الصينية كلها. وهنا بقى بعد ما افضيها انا هحطها في فرن البوتاجاز. بس ايه، انا هخليني للاخر معاها، يعني هحمرها واخلصها الاول وابدا اعمل المكون التاني. ليه بقى؟ لان انا لو سبتها في الفرن وعملت المكون التاني هنشغل عنها فهتنحرق معايا، لان بطبيعه الجلاش مش بياخد وقت خالص. هبدا احطها بقى في فرن البوتاجاز اهو، هنا كده على الشبكة اهو. تبدأ تاخد لون من تحت ومن فوق. هبدأ اخرجها، وبعد ما اخرجها زي ما انت شايفة كده خلاص اهي ما شاء الله اتعملت. ما خدتش مني 5 دقايق في عمايلها. بعد كده هركنها على جنب وابدأ اعمل المكون التاني زي ما قلتلك في اول الفيديو ان انا هعمل بمكونين 2. فالمكون الاول هو لفة الجلاش. المكون التاني هنا بقى معايا كريم كراميل. هنا انا جايبة علبة كريم كراميل، ده نوع دريم. استخدمي اي نوع اللي انت بتحبيه، بس دريم بصراحة نوعه كويس معايا وبستخدمه من زمان. ومعايا كوبايتين من اللبن. طبعا هنا الكيس بيبقى فيه الصوص بتاعه ده، والكيس اللي هو البودرة ده. تمام. هخلي الصوص بتاعه في الاخر. وهبدأ اول حاجة احط كوبايتين اللبن او الحليب على حسب ما بتسميه في بلدك. تمام.
هنزل بيهم كده وهفضي محتويات الكيس وهرفعه على النار. ده يا جماعه الكيس ده عليه كل حاجه، عليه النشا، عليه سكر، عليه كل حاجه، مش بتحطي حاجه خالص. هترفعيه على النار ولما تلاقيه تقل معاكي هتطفي عليه. طيب نفترض ان انا حطيت الكوبايتين اللبن وطلعت الكوبايات كبيره وفضلت سايباه على النار ومش راضي يتقل معايا، اعمل ايه؟ معلقه نشا هتدوبيها في معلقه ميه وتنزلي بيه، هيتقل معاكي القوام بتاعه ويبقى زي الفل. هنا رفعته على النار وبعد ما طفيت عليه اهو كان خلاص زي ما انت شايفه كده، لا هو خفيف ولا هو تقيل، هو قوامه كريمي اهو. ده القوام اللي انا عايزاه، كريمي كده تمام اهو. بعد كده بقى ايه، بس طول ما انت حطاه على النار تقفي جنبه عشان ايه ما يتقلش منك قوي او يحصل فيه حاجه. بعد كده بقى هجيب الصينيه اللي هي الجلاش اللي انا عملتها وهنزل عليها بالكريم كراميل وهم سخنين كده عادي خالص اهو، وهيبدأ يتشرب معايا الجلاش. الكمية دي هي كانت مظبوطة عليه اهو. وبعد ما يتشرب خالص ويهدى هتبدأي تقطعيها التقطيعة اللي انت عايزاها اهو. هنا انا كنت فضيت عليه الكمية وسيبته لما هدي خالص وبعدين قطعتها اهو، وخرجت مربعة كده من اللي انا قطعتها وحطيتها في طبق. وهحط الصوص بقى اللي هو بتاع الكريم كراميل اللي بيجي معايا ده، هحطه على الوش. هبدأ احطه على القطعة دي وهحطه على الصينية كلها اهو. شكله تحفة. وكمان اما بتقعد بقى وتهدى وممكن تدخليها التلاجة كده وتاكلي الحتة منها كده ساقعة، هتبقى زي الفل وجميلة وسهلة خالص وبسيطة. ممكن تعمليها في اعياد ميلاد، في اي مناسبة جايلك ضيوف، في وقت انت محتارة وعايزة تعملي حاجة حلوة وما تكلفكيش، ديت هتنفعك جدا وجربيها وان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبتك ما تنسيش تقوليلي رأيك في الكومنتات وتعملي لايك كده واشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفة الجمال؟ يعني كفاية بس شكلها تقطعيها كده بالشوكة وتاكليها حاجة كده، ولا بقى انت بتحطي سكر ولا اي حاجة، كل حاجة محطوطة منها فيها متظبطة. يعني انت لو مبتدئة في المطبخ ولسه عروسة ونفسك تعملي حاجة حلوة وخايفة تبوظي او تعملي حاجة وتطلع منك بايظة بعد ما تكلفيها، لا هتعملي الوصفة دي وسهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت خالص اهو. حاجة كده في منتهى الجمال. والصينية دي كبيرة مش صغيرة ولا حاجة يا جماعة. وعايزة تضاعفي الكمية وتعملي كيلو من الجلاش عادي مفيش مشكلة. هي اللفة دي كانت معايا نص كيلو اهو. شوفي الجمال، واخده اللون من تحت ومن فوق كده، وتقفي جنبها كده وتظبطيها ما تسيبيهاش وتمشي عشان كل حاجة تتظبط معاكي. يلا بقى قومي تشجعي واعمليها ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة سهلة وبسيطة وعلى قد الايد. ومع السلامة.